السلام الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ومرحبا بكل متابع جديد. الصلح ديال المغرب والجزائر، الصراحه هذه القضيه هذه اللي خاصنا نخدموا عليها باش ان شاء الله ما نخليوش بزاف ديال الناس وبزاف الاراء وبزاف ديال الاشخاص اللي كيبغيو يعني يديروا هذا الشيء هذا وهذه الفوضى ما بيننا وما بين خوتنا. علاش؟ لان حنا ما عمرنا تعودنا ان ولا من الكبار اللي هما مالكنا وكيقول لك تعاملوا معاهم مزيان، يعني ما تخاصموش معاهم، ما تعندوهمش الا قالوا شي حاجه نتوما هما يعني ديما عاملوهم بالمزيان. هو هذا مثال من جدود الملاك ديالنا وديال التاريخ ديال المغرب، ان حنا ديما كنعاملوا الناس يعني بطريقه زوينه. وهاد الناس هادو ما داروا فينا حتى شي حاجه خايبه. يعني الا جينا نشوفوا بان هاد الناس هادو ما داروا فينا والو، شنو داروا كاع؟ يعني راه كتلقى هادشي في الواقع ما كاينش، كتلقاه غير وراء مواقع التواصل الاجتماعي وهادشي، والناس اللي كيبغيو يطلعوا لي باج ديالهم على الخاوي وعلى ناس وحده اخرين. يعني واخا يكون كاع فعلا كاين شي حاجه، ولا كان يعني لا في النظام ولا كان في الاعلام ولا كان، حنا الدور ديالنا حنا كشعب ولا كيف ما الشعب ديال الجيران ديالنا، ان حنا نكونوا يد وحده وما نديوهاش في هادشي هذا. يعني هادشي حنا السياسه وهادشي خطينا من هادشي، خليه بعيد علينا كل البعد، ما نخليوش حنا حتى يجي البراني باش يتدخل فينا. راه حنا شفنا يعني من بعد ما دخلت امريكا، من بعد ما دخلوا بزاف ديال الدول في هادشي هذا، فما نخليوش حنا البراني يجي يدخل فينا. ولا كانوا هما يعني بيناتهم شي حاجه، حنا نبقاو مع بعضياتنا وما نخليوش من التفرقه. انا عارفه هذا الكلام هذا ما كيعجبش بزاف ديال الناس. انا من بعد ما كنت تكلمت على طريق ياك سميتو خالد العليان عفوا، من بعد ما كنت تكلمت عليه، من بعد ما شفت بزاف الناس وواحد الموجه ديال الغضب حيت السيد بغى يمشي لعندهم. عادي جدا، يعني يمكن له يمشي لاي دوله، هو حر. هو هذه الكلمه هذه ديال الحر حر، ما فهمتش، ما تقبلوهاش ولا وهو بغى يدير هكاك. ولا كاين اللي كيقول لك الا شفتيه خوك مع يعني صاحبك مع عدوك، راه فين هو احنا فين هو؟ ما عندناش حنا اصلا العدو. واش هما واش حنا واش تسطيتوا واش هبلتوا وهادشي؟ احنا مقبلين على شهر رمضان، وحنا دابا اليوم احنا في شهر رمضان اللي خصنا يعني نكونوا متسامحين والمغفره وهادشي اللي حنا معودين عليه، لا من مالكنا لا من الوصيه. شنو هي الوصيه ديال الرسول؟ شنو هي الوصيه ديال مالكنا؟ هي ان حنا نتعاملوا مع جيراننا مزيان. والرسول شنو وصى على الجار؟ يعني وصى على جارك. فجارك ما يمكنش انت جارك ما تقولوش سلام، ما تهضرش معاه، ما تتكلمش معاه، ما تسامحوش الا غلط. واخوك هما خوتنا، يعني الاخ ديالك الا كنا حنا غالطين هما يسمحوا لنا، الا كانوا هما غالطين حنا مستسامحين لهم. يعني كيبقى هادشي راه ما باش نكونوا واقعين، راه كيهبطوا عندي التعاليق وما كيخليو ما يقولوا يعني لا وحنا ماشي خوا وبعدوا غير منا وهذا. ولكن الواقع راه واحد اخر. احنا ما كناش حنا نحكموا على واحد النسبه قليله، يعني واحد العشرة نحكموا عليهم ونخليو حنا الناس اللي كيحبوا المغرب واللي. وتخيلوا معي ان السيد منين مشى يعني الجزائر ولا الا بين غير واحد الاكله وراه بينها، حيت هو بغى يدير مقارنات. ما فهمتش انا علاش الناس وصلوا لهاد الدرجه هذه انهم يوليو يقارنوا المقارنات، لا في الماكله لا في اللباس لا في هذه لا في هذه. انا الصراحه شحال هادي كنت صافي مشيت مع هاد الموجه هادي ديال هاد الناس اللي فعلا كيلعبوا لك على العقل ديالك. كتولي تشوفي لا راه بصح راه داروا داك القضيه ولا. ولكن منين بديت كان الصراحه كنفكر كنلقى بان هاد الشيء هذا راه ما تثقوش به. راه حنا ما عمرنا تعودنا ان هاد الجيران ديالنا ولا الجزائر، لا ما عمرنا تعودنا انهم هاد الناس هادو خايبين ولا شي حاجه. بالعكس ديما عودونا والدينا ان حنا جيراننا ديما كنا كنسمعوا عليهم حاجه زوينه. علاش؟ لان كل ما سمعتي على واحد الناس حاجه زوينه كل ما كترسخلك بان داك الناس يعني فعلا ناس مزيانين. وهذا الشيء اللي وقع معنا ومع خوتنا. علاش؟ لان السوشيال ميديا كلشي ولا كيتكلم عليهم بالخايب، هما كيتكلموا علينا بالخايب. يعني صافي بنادم كثرت ما هو صافي كيتصفح وكيشوف هادشي هذا، راه صافي غادي تولي تلقائيا انك داك الشخص ما عندكش معاه، ولا راه فعلا دار هادشي والناس ولاو كثروا فيهم هادشي بزاف لدرجه انه كيقول لك الا شتي صاحبك مع عدوك راه مع ديالك بجوج. انا ما كنشوفش نهائيا شي حاجه في هاد الناس. بالعكس هاد الناس طيبين. انا بالعكس عندي متابعين من يعني
منهم بالعكس يدعموني في القناه، كيشتركوا في القناه، يعني يعني كيقولوا كلام زوين. حيت انا ما عمرني هضرت يعني ديما كنهضر كنقول هاد الشخص هذا شنو قال، وهاد الشخص هذا شنو قال، وشنو الحاجه اللي كانت خاصه ما دارش، وشنو يعني ديما كنهضر بالمنطق، ما كنبغيش نهضر يعني بالعاطفه ولا نجي مع هادو ولا نجي مع هادو، ولكن خاص الانسان يشوف الواقع. باش احنا نبقاو نشوفوا هادشي اللي نايض في المواقع، وهادشي اللي بنادم صافي حيت هو لقى تسلكو، خصو ينوض هادشي هذا ما بيننا وما قله ما يدار. بنادم قله ما يدار والطمع، وبنادم كيطمع انه ما نعرفوش يطلع الباج ديالو على حساب خوه ولا على حساب جارو ولا على حساب. راه كاين المحتوى ديالو هو هادشي هذا، هو انه يبين هادشي هذا، وراه هادشي الانسان كيدي على الرقبه ديالو. فالانسان الا بين صوره زوينه على داك الشخص، وبين الحاجه الايجابيه في هاد الناس هادو ولا فينا حنا، بالعكس راه كدي حسنه جاريه. اما ملي كتتكلم وكتبين غير صوره، كدي غير السيئات. فانا الصراحه هاد الناس هادو ماشي شايفه منهم غير الخير، وكيبان لي بان هادشي هذا فقط في المواقع. هانتوما كتشوفوا في كاس افريقيا منين جاو المنتخب الجزائري المغرب، تلاقيناهم بالورد، الابتسامه في الوجه. ما عمرنا شفنا شي واحد مخاصم مع شي جزائري. عاوتاني تما في الجزائر ملي كيمشي المنتخب الجزائري عمركم شفتوه يعني ما المنتخب المغربي ما تما ما ضحكوا لهمش في وجههم ولا داروا لهم شي حاجه. بالعكس كتلقى بنادم الا قال غير شي كلمه عاديه، كتلقى واحد اخر غينوض في واحد الباج وغادي يعوج له الهضره ديالو باش يبين، وكتلقى في الواقع هو اصلا هادشي هذا ما حاسبلوش اصلا الحساب. بالعكس غادي لواحد البلاصه اللي فيها ناس زوينين، ناس طيبين، غادي يدير العمل ديالو غادي يجي، ولكن ناس واحد اخرين كيلعبوا على الموجه. فالصراحه الا كان عندي متابعين من الجزائر، وانا عندي متابعين من الجزائر، يخليوا لي الاراء ديالهم في التعاليق. يعني انا عارفه بزاف الناس اللي ما كيعجبهمش، يعني ما نقولوش بزاف، يعني نسبه قليله اللي ما كيعجبهمش الكلام انك تتكلم على خوتك الجزائريين بطريقه زوينه. ولكن حنا ما غاديش نديو على هذوك الناس، لانه فئه قليله. يعني بحكم الناس اللي كيتكلموا على المغرب، ولا حنا كنتكلموا على المغرب، يعني كاين بزاف ديال الناس اللي ايجابيين في الكلام ديالهم. هذا ما كان المهم. وهم من هذا الشيء هذا كامل انا بغيت في هذا الشهر هذا، شهر التسامح، شهر المغفره، نقول لكم عواشركم مبروكه، الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه. وباش ما كتمناو لا للفتنه ولا الانسان ينوض شي حاجه، راه كديوها غير على الرقبه ديالكم. اما لا السياسه لا النظام، لا خليوه بعيد علينا. حنا الشعوب كنبقاو بعادين على هادشي هذا، عايشين الحياه ديالنا كما بغينا حنا. فما نجيوش حنا نبقاو حنا تابعينهم. شنو علاش نتبعوهم هما؟ نتبعوا حنا النظام ولا نتبعوا الاعلام ولا نتبعوا نعيشوا حنا الحياه ديالنا؟ يعني مرحبا بالجزائر في المغرب، حنا المغاربه مرحبا بينا عندهم. يجيو هنايا ان شاء الله في كاس العالم، يجيو مرحبا بهم. الا مهزهم هذا الكتف يهزهم الكتف الاخر، الا مهزهم الكتف يهزهم الراس. المهم مرحبا بكم في اي وقت يعني جاي لبلادكم. راه ما عمر شي حاجه. راه شوفوا بزاف ديال الجزائريين اللي جاوا المغرب وخرجوا وقالوا يعني كيفاش تعاملوا معهم المغاربه. عاوتاني الجزائر المغاربه خدامين تما، عايشين تما، مزوجين بناس تما. يعني راه ما تديوش على هادشي اللي في مواقع التواصل. يعني راه الواقع حاجه وحده اخرى. وتحيه لكم، تحيه للمغاربه، وتحيه لخوتنا الجزائريين، وبسلام عليكم. الى فيديو مقبل باذن الله. خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، وعواشركم مبروكه.